السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. معاكم ميس لميا، والنهاردة هنكمل منهج جريد 3 او تالتة ابتدائي. احنا كنا شغالين في يونت 3 الوحدة التالتة، اخدنا فيها lesson 1 كانت متقسمة على 2 parts. خدنا part 1 والنهاردة هناخد part 2. بتتكلم عن ايه درس شوية عبارة عن ساينس، ليها علاقة بالعلوم. فهنا بيكلمني عن، يلا ناخد اول حاجة الفوكابلري. مفيش قاعدة قوي، حاجة بسيطة خالص صغيرة عشان تبقى عارف برضو من الاول انت رايح فين. حاجة صغيرة خالص بس كده بسيطة جميلة. عبارة عن ربع القاعدة مش كاملة حاطينها في الدرس ده. فالتركيز هيبقى على الفوكابلري. عندي هنا اول كلمة اسمها كلمة مغناطيس، اسمها ماجنت. ورايا كلمات اقراها كتير. كلمة يجذب، الفعل يجذب، اوكي، ان هو يشد الحاجة ناحية. طبعا اي حد معاه مغناطيس، فلما بيحطها عند حاجة حديد بتلزق فيها، بتشدها. دي اسمها attract. اسمها ايه؟ attract بدبل تي. اتفقنا ان الماجنت بيعمل اي حاجة فيها ميتال معدن. طب ايه بقى الحاجات التانية اللي الماجنت ممكن ما يعملهاش اتراكت، ما يجذبهاش، ما يشدهاش ناحيته؟ اول حاجة اي حاجة بلاستيك، زي كلمة زجاجة اسمها بوتل. والاي في الاخر ما بننطقهاش، هي بس بتساعدنا نخلي حرف الاو يقول او، يبقى بوتل. تاني حاجة اي حاجة فيها خيوط، الخيط اسمه string فيها في المقطع انج في الاخر اللي احنا متعودين عليه، يبقى string. الدبوس بتاع الورق اللي بنمسك بيه الورق اسمه paper يعني ورقة. طيب قول معايا بقى paper clip. المقص بتاعنا الجميل اسمه الاتنين طبعا دي الس، وبما ان حرف السي جاي وراه اي يبقى برضو هنطقه الس، يبقى الاتنين هنطقها كأنها الس واحدة، يبقى السي scissors. قولها تاني معايا عشان دي كلمة رخمة شوية. scissors. يبقى المقص اسمه scissors. القلم الرصاص اسمه pencil. واخدينها مش محتاجين بقى نستهجها تاني. pencil. الصمغ اسمه جل. بص كده، اتفقنا ان اي كلمة او الصوتين دول اللي هم اليو والاي بنطقها او، بتساوي الحرفين دول. يبقى الدبل او بنطقها او، وحرف اليو والاي بنطقه او، يبقى او يبقى جلو. على نفس كلمة فاكرين كلمة ازرق؟ بلو. نفس الفكرة، اليو والاي بنطقها او. عملة معدنية يعني كوي، يبقى الاو والاي بنطقها اوي. ايه تاني عندنا؟ عندنا دي اسمها اوي، وعندنا دي كمان اسمها اوي، يبقى الصوتين دول اوي. هنا اوي، كوين. المسمار اسمه نيل، يبقى مسمار يعني نيل. هنا عندي لما يكون عندي two vowels يعني حرفين متحركين، بنطق الحرف الاولاني وبسيب الحرف التاني، يبقى انا هنطق الاي وهسيب الاي، يبقى هقول نيل. هنطق الاي نيل. بعد كده اعطيني هنا بوب كويز. قلنا بنقرا وبنحل زي امتحان مصغر جدا كام سؤال كده. الصفحة التانية هنا جينا بقى عند القاعدة اللي انا قلت لك عليها، نبدأ نشتغل فيها. بيقول لي magnet اللي هو المغناطيس attracts يعني بيجذب، بيشد. ايه ده؟ احنا قلنا ان اسمها attract. ايه حكاية الاس اللي هو حاططها لي دي؟ يلا نشوف. الاس بحطها في اخر الفعل لما بيكون الحاجة اللي عندي مفرد، الحاجة اللي انا بتكلم عليها. يعني مثلا هنا احنا قلنا magnet يعني مغناطيس، مغناطيس واحد. يبقى ده كده اسم واحد
مفرد. اي حاجة عندي واحدة بتكلم عليها مفرد يبقى اللي وراها على طول لازم يكون احط له اس، وساعتها تكون اس المفرد بتتحط في اخر الفعل، ركز، بتتحط في اخر الفعل. يبقى قلنا attract يعني يجذب يشد، وحط لها اس تبقى attracts. يبقى a magnet، الماجنت اللي مع الولد ده attracts بيجذب او بيشد. metal يعني معدن. والكلمة الأخيرة دي اسمها objects يعني الأشياء. يبقى metal objects الأشياء المعدن، نيجي هنا قال لي الفعل يجذب اسمها attracts زي ما قلنا attracts. جينا بعد كده كلمة لا يجذب، أنا عايزة أنفي الجملة أو لا يجذب. طيب هنا ايه الكلمة اللي عطيها لي دي؟ عطيني doesn't attract لا يجذب doesn't attract. طب ايه حكاية بقى doesn't دي؟ عيلة كده، عيلة على بعضها اسمها عيلة do. 3 اخوات، واحدة اسمها do، التانية اسمها اخد do زي ما هي واحط لها في الاخر es تبقى does، والتالتة مغيرها خالص اسمها did. دي عيلة فيها 3 أفراد do و does و did. مالهم دول لما بيجي وراهم أي فعل لازم الفعل ده يكون في المصدر مفهوش أي إضافات. يبقى عيلة do و does و did لما بيجي وراهم فعل لازم يكون في المصدر مفهوش أي إضافات. طب أنا هنا عندي does أهي ميس، does أهي لحد هنا. إيه حكاية بقى ال n apostrophe t؟ ده النفي يا حبيبي، نفي. يعني بدل ما اقول does بقول doesn't، بدل ما اقول do بقول don't، بدل ما اقول did بقول didn't. بحط اخرها ان apostrophe t، مش هتغير في اي حاجة، برضو still هيجي وراها برضو الفعل في المصدر. يبقى انت شفت do او don't، does او doesn't، did او didn't، برضو هيجي وراهم كلهم فعل في المصدر هياها. خلاص كده، هو ده اللي انا عايزه اقوله لك. فعشان كده قال لك doesn't attract. فين بقى الاس اللي قلنا عليها؟ لا هنشيل بقى الاس، مع السلامه يا ماما، باي باي، امشي من هنا. لما does بتكون قاعده شيل الاس، عشان احنا عايزين الفعل في المصدر من غير اي اضافات، من غير لا اس بقى ولا انج المقطع انج ولا اي حاجه. طب doesn't بتمشي، doesn't لو مشت ارجع الاس، يبقى الاس تيجي لما doesn't مش موجوده، doesn't تيجي امشي الاس. كده عندي الاكتيفيتي كورنر. هنا بيقول لك color، بيلون هنا، تلون الحاجات اللي هي الماجنت attracts بيشدها بيجذبها. فهلون طبعا النيل عشان حديد معدن، هلون السبون المعلقه عشان هي ميتال معدن، هلون الكيس عشان هي ميتال معدن، اي حاجه هنا ميتال. لكن البوك ينفع ان انا كلر الونه؟ لا ده مش ميتال، مش هينفع. الماجنتس مش هيعمل له اتراكت، مش هيجذبه، مش هيلزق فيه. هنا ده بيج، قلب الصفحه هلاقي هنا exercises و activities. الناحيه التانية انا عندي lesson 2 ودي هناخدها ان شاء الله في الفيديو الجاي. باي.